أولاً سنة 1987 وأثناء موسم الحج وقعت واحدة من أشنع الحوادث العنيفة في مكة المكرمة. في هذاك الوقت جت مجموعة من الحجاج الشيعة الإيرانيين وقامت بأعمال شغب تخريبية حاملين صور للخامنئي أو للخميني ولافتات عليها شعارات تحرير القدس والثورة الإسلامية. يقال إنها كانت محاولة واضحة من إيران لتصدير ثورتها باستغلال موسم الحج لإحراج الحكومة السعودية، فكانت المملكة حفظها الله تحاول فك المظاهرات وتهدئة الوضع، مما أدى لوقوع تدافع كبير ومميت بهذاك التدافع. يا عزيزي المتابع، تخيل أنه استشهد فيها الكثير من الأبرياء ورجال الشرطة، مات خلاله 275 مخرب إيراني حسب ما قرأت. بعد هذا الحادث منعت المملكة العربية السعودية أي شكل من أشكال التسييس للحرمين الشريفين بشكل صارم وعلى الجميع، لأن هذا مكان مقدس وجدا حساس للغاية، ولازم التعامل معه يكون جدا حذر مع مثل هذه القضايا.